نعم سيد أبو بكر، يعني هنا هل هناك أنباء أو هناك ربما مقولة بأنكم مطالبون بالاعتذار للشعب التونسي عما كتبتوه في السابق؟ هل ستعتذر؟ أنا أعتذر للشعب التونسي، أنا أعتذر للشعب التونسي. وللمعارضة؟ أنا أعتذر للشعب التونسي، ولن أعتذر للشخصيات الوطنية التي كنت عرفتها قبل التغيير والتي أكن لها كل الاحترام والتقدير، وأعتذر حتى لنفسي. كان هنالك سيد الكريم، هذا النظام السابق وصل أن يفرق بين الشقيق وشقيقه، بعض الناس يهددون في أشقائه، بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، وصلت حالات. وأنا سأتحدث وسأتكلم وسأقول الكثير، وأعتقد أنني بالفعل وقعت مغالطتي، وقع قهري، وهذا غير معقول وغير مقبول، وسوف لن أصمت بعد اليوم. وأنا أعتذر لهنالك شخصيات وطنية شريفة بالفعل، لأنني ما رأيته من قمع لشبابنا لشعبنا شيء يفوق الخيال. البوليس يقتل أبرياء شباب. طيب هذا سيد أبو بكر، يعني هذا الشارع هل سيثق فيكم مجددا؟ سيدي الكريم، أنا أعطي ثقة كاملة في الشارع، هو حر، وحتى إن غضب فهو حر كذلك. ولكن ما أريد قوله، أنا قبل أيام من هذه التطورات الأخيرة توجهت بنصائح. هنالك شخصيات وطنية تذكر، قلت لهم، ولا أريد أن أكتب التاريخ كما أشاء، ولكن قلت لهم أن ما تفعلونه خطير جدا. هذا شعبنا، هذا شبابنا، هذه أبناؤنا. طيب. السيد عبد السلام جراد اتصلت به وقلت له، وهو شخصية وطنية، وقلت له نعم. أنكم أمام لحظة تاريخية. طيب. أمام لحظة. الاتحاد العام للشغل كانت له دائما مواعيد مع التاريخ، أن يتحمل الاتحاد مسؤولياته في إنقاذ هذه البلاد. سيد أبو بكر الصغير، الكاتب الصحفي من تونس، شكرا جزيلا لك.